مؤخرا انتشر واحد المنشور في فيسبوك وفي واتساب ديال واحد السيد عنده مركز للعلاج بالحجامه في تطوان. كيقول ان عنده واحد الدواء كيداوي مرض السرطان، وكيطلب من الناس يوصلوا الرساله ديالو وانه غادي يعطي الدواء فابور للفقراء، لكن الاغنياء غادي يخص يخلصوا ويتعاونوا معاه. البوست انتشر ولحد الساعه شاركوه الناس لاكثر من 70,000 مره، يعني غادي يكون تشاف من طرف الملايين. اما هاد الدواء السحري ديال هاد السيد فسميتو MMS2، جاي من ميريكان، وعلى حساب اللي كيبيعو فهو كيداوي السرطان، الملاريا، السيده، الانفلونزا وحتى التوحد. وكيف كاتب في الورقه التعريفيه ديال المحل فهو الوكيل الحصري لتوزيع هذا الدواء، وايضا هو كيعالج 95% من الامراض المستعصيه. يعني اذا حسبنا ان كاين اكثر من 30,000 مرض معروف للانسان، فيعني ان هذا الدواء غادي يعالج اكثر من 29,000 مرض. هذا الدواء العجيب المسمى MMS2 فعلا اذا خدمتيه ما غاديش يبقى فيك لا سرطان لا سيده لا ملاريا لا توحد، ماشي حيت غادي تتداوى منه، لكن حيت غادي يقدر يقتلك قبل ما تكون عندك اي فرصه انك تبرى وتتعافى. هاد MMS فاش داروا له التحليل في اداره الغذاء والدواء Food and Drug Administration اللي هي وكاله تابعه لوزاره الصحه الامريكيه، لقاو انه عباره على محلول سام مكون من ثاني اكسيد الكلور اللي كيتم استخدامه في جافيل وفي مواد التبييض في صناعه النسيج ومعالجه المياه في المعامل. وفي البلاغ ديالهم قالوا لاي واحد كيستخدمه باش يرميه في الحال، ولقاو انه كيسبب اعراض تقدر تؤدي للوفاه بحال الغثيان، التقيؤ، الاسهال واعراض الجفاف الشديد. هادشي اضافه ان 4 ديال الناس تمت متابعتهم قضائيا ببيع هاد الماده اونلاين في امريكا من بعد ما توفات واحد السيده بسببه، ودابا لقاو تقوليبه جديده باش يبيعوه على انه محلول لتنقيه المياه. في البرنامج الامريكي الشهير المسمى 2020 كانوا داروا تجارب حتى هما ولقاو انه فعلا نوع من انواع جافيل الصناعي، فداروه من فوق الجين وعطى التاثير ديال جافيل قاصح على الحوايج. ويمكن لك حتى انت دير نفس التجربه وترميه فوق شي سروال وتشوف شنو غادي يعطي. اما صحيفه الجارديان الانجليزيه حتى هي حذرت من شرب هذا المحلول، وتبعت بعض الحالات اللي استعملوه لمحاربه الملاريا في اوغندا وكينيا وسيراليون اللي انتشر فيهم تحت تاثير المبشرين المسيحيين، لكن لقاو انهم فقط كيقوموا بتعذيب المرضى بدون اي فائده. كندا حتى هي منعوا فيها وسدوا جميع المواقع اللي كتبيعوا وصدروا القراعي ديال MMS، مع كان على شويه ما يقتل هذا الدواء السحري ببعض الاشخاص تماك بعد ما جاهم فشل كلوي بسببه، وطلبوا من الناس التبليغ على اي حاله تسمم. اما في اوروبا فمركز مراقبه حاله التسمم البلجيكي دار انذار بهذا الدواء السحري للمركز الاوروبي لمراقبه التسمم، وفي مارس 2010 حتى فرنسا اصدرت تحذير بهذا الصدد. ومنظمه الصليب الاحمر الدوليه حتى هي تبرات من هذا الدواء من القدره ديالو في علاج الملاريا وحذرت من استعماله. دابا نجيو للمخترع هذا الدواء العجيب، هو واحد السيد شويه مزعزع سميتو جيم هامبل. هذا السيد في البدايه ديالو كان منقب على الذهب، شويه اسس كنيسه في ميريكان سميتها جينيسيس 2، ولا كيدعي للاتباع ديالو انه بحال النبي عيسى كيبري الناس غير باللمس، وانه جاي من الفضاء ومن مجره اخرى غير مجره درب التبانه اللي حنا فيها. من بعد اسس الدواء السحري وبدا كينشر في العالم على انه كيداوي جميع الامراض، لكن من بعد الانتقادات الحاده لهذا المحلول جيم هامبل رحل للمكسيك بعيد على يد القضاء الامريكي، وخلى المسؤولين في الكنيسه ديالو يفرقوا على العالم. لكن العجيب هو غير الشهر اللي فات في اكتوبر جيم هامبل يمكن تنادم معاه الحال ورسل في رساله اخباريه للمشتركين في الموقع ديالو ان محلول MMS ما دوا ما والو، ومع ذلك المسؤولين في الكنيسه مازال كيفرقوا على العالم وتيرسلوه حتى لصاحبنا اللي في تطوان. وحتى الاطباء اللي كانوا كيخدمون في الدعايه ديالهم تراجعوا على الادعاءات على ان الدواء عنده فعل. اما في الشرق في القنوات العربيه فاش كيبغيو يهضروا على هذا الدواء وعلى النتائج السحريه ديالو ديما كيجيبوا واحد الشخص بالضبط سميتو محمد الكيلاني، كيوصفوه بمتخصص بالعلاج بالبدائل الطبيعيه، وحتى هو من موزعي MMS وداير في الموقع ديالو مقالات عليه وكيسوق ليه عن طريق التلفاز. وحنا دابا عاد وصلنا الدور في المغرب عن طريق هذا المحل ديال الحجامه في تطوان اللي بغى ينشر لنا هذا المرض في البلاد، واخا المؤسس براسو ديال هذا السم تبرى منه، لكن زعماء الكنيسه الاخرين مازال باغيين يديو الناس فلوسهم وارواحهم. وهادشي علاش خاص الدوله تدخل وتحمي المواطنين من هذا السم اللي هو اخطر من بزاف ديال الممنوعات، ودير شي تقنين لهاد العشابه وتراقب المواد اللي كيبيعوا. وخاص حتى الناس يحتاطوا من هاد الادويه البديله في علاج الامراض اللي تقدر تخرج عليهم اكثر ما تساعدهم،
وما يرميوش مئات السنين ديال التقدم التكنولوجي الطبي عرض الحائط، حيث بزاف ديال الامراض ومنها مرض السرطان عرف تطور نوعي في العلاج، وخصوصا اذا تم الكشف عليه في وقت مبكر. داكشي علاش الواحد غير يحس بشي حاجه كضرو يعجل عند الطبيب ويبقى يدير فحص دوري يراقب فيه الجسم ديالو كيف كيديروا بزاف ديال الكوار. واذا شفتي شي واحد بغى يجرب هذا السم المسمى MMS، رسل ليه هذا الفيديو قبل لا يخرج على حياته بشرب هذاك جافيل، ونصحو باش يرجع للطب العادي او يشوف شي طبيب جديد. واذا بغيتي نشر الفيديو باش يوصل الصوت ديالنا للمسؤولين اللي الواجب ديالهم انهم يحميو المواطن من هذا السم اللي ولا كيتباع. واي مقاله وبحث استعملته في هذا الفيديو غادي تلقاوه في الديسكريبسيون لتحت، وما تنساش دير اشتراك في القناه باش يوصلك الجديد.